مسر ذي يوم يقول بعض الأصحاب ما منه مسره ومن خيره يا ليت يكف شره. بعض الأصحاب عله باطنية ومنها من تصيب الجيب طره. بعض الأصحاب أنا أسعى له بخيري ولا يسعى لي إلا بالمضرة. أوده واحسب أنه لي مودي وهو ما ود لي في العمر مرة. هي زي اللي جنابه لا بداله لزوم ولغتنا الشيطان فره. يعاتبني على أدنى من الدون واصبر لأن جرح الدبر ما أحب عره. لا تاحت لي الفرصة غدرني وضيق بي فضى بحره وبره. ولا جاي ينبت علي ريش نتفني ولا به منفعة مثقال ذرة. وأنا لقى معي شيء عطيته وما جاه حدا عني وصره. لمن احتاجني ضحك وتبسم ولا احتجته عقد حاجب وزره. دام يدي في فمه يا حليله ويا حيه ويا لله دره. ما دمت لقمه ولا رمحني وعلي من الخباشا ما انقره. في بعد عن بعض الأصحاب راحة لزومه بعد مقري عن مقره. صح لسان وسلامتكم. هذا من قصائد حمد هادي. أما عبد الله بن شايق يقول أنا أكتم السر واللي يكشف الأسرار له رفيقي وأنا ماني رفيق له. يا شيخ ما تصلح الدلة بغير بهار ما ترك الكيف ولا بحر الدلة. مشاكل بيني وبين كثير الشعار والفرق معروف بين العمد والزلة. أما الشاعر هادي القعيمة يقول رفيقي اللي لعنيته ونصيته نهض حجاجه وانتهض كأنها حصان. أفرح بلفة موتري وصوب بيته ومثل اليمن فرح ما هو بغلطان. ورفيقي اللي لعنيته ونصيته كأنه علي ينقل وحاني وزعلان. أترجه لو ما نساني نسيته يعوضني في ألفه فلان وفلان. وأيضا من قصائد القعيمة هم يقول رفيقي على الدنيا اليسار خلاني في الآخرة مالي نصيب من أعماله. أنا فضل أكل من لحم عوجي ذرعاني ولا جردي الحاجتي وتلجاله. أما رشيد الزلامي يقول هذا الكلام اللي يصحي من النوم. لا جاك ديانك وقال أنت باير عادة لسان قليل العرف مسموم يجرح شعور محكمين الضمائر. الله المستعان. إيه نعم. ومن قصائد أيضا المحيشير يقول مال القرادة عن المقرود تبطش به يطرد وراها وهو سالم ومتعافي. وأيضا من قصائد محمد الشاهر يقول أنا أحب السوالف اللي حصل معها حكم وامثال يزيد بها قدر من قالها وتفيد طايعها. وانا احب العلوم اللي معانيها تسر البال ما دام الزمن محدود نكسب من وقايعها. وانا احب اتعلم الطبيعه منيه الرحال تفكر يا وسيع العرف والحكمه طلايعها. وانا احب الصراحه والرضا والصدق راس المال مع النفس العفيفه واحترام اللي يشايعها. وانا احب الصبر والصلح خير ومن صلح معال ولا يشهد على طيب النفوس الا طبايعها. وانا احب اخذ العبره وبعض القول ما ينقال عقول اهل التجارب ناضجه والوقت لايعها. وانا احب الشجاعه والكرم والوقت حال وحال. ومن يبغى احترام الناس لا يكشف وجايعها. يميل العود بوراقه ويطلع له ثمر وظلال. ومن يزرع بذور الطيب يجني من زرايعها. ثم الله يا اخواني يواصل فيها يقول انا ما احب تكرار المجامل والذكي حلال فطين القلب تكفيها الاشاره قبل ذايعها. وانا ما احب ضحكات الغضب ومخاصم الجهال ولا يخبرك باسعار البضايع غير بايعها. وانا ما احب السؤال سولف والسوالف ما لها استقبال نعرف اسلوبنا